العميل رفض يستلم القميص والسبب كان مقص. في شحنه رجعت من المطار في باريس، جوه الشحنه 300 قميص رجال، نفس الموديل ونفس اللون ونفس الخامه. بس المفاجاه العميل رفض يستلم، وكتب ايه في الملاحظات؟ المنتج غير مطابق للمواصفات، الخياطه بتتفك، القماش بيتنسل، والقطعه بتتقطع من اول غسله. المصنع اتصدم، ازاي؟ دي خامه ممتازه وعلى خط انتاج متراجع وفي جوده مر عليها اكتر من 3 مرات. المدير لم كل الاقسام وكل واحد بدا بقى يدافع عن نفسه. المهندسين قالوا احنا طبقنا كل حاجه صح، الجوده قالوا كل قطعه اتراجعت، والمخزن قال التخزين سليم، لحد ما في مشرف قديم في القصر واقف في الاخر ساكت وبهدوء كده قال جمله بسيطه قلبت الدنيا كلها. هو العامل اللي قص الموديل ده كان بيشتغل بمقص احتياطي عشان السكينه كانت بتتسني يومها. الناس سكتت فعلا، الدفعه كلها اتقصت بمقص تاني، بس محدش فكر انه يراجعه. المقص ده ما كانش بيقص، كان بيجر، يعني القماش من اول خطوه اتقطع غلط، اتشد واتنسف، والقطعه اللي شكلها حلو من بره بقت مفكوكه من جوه، وبعد اول غسله بتتفك، وبعد اول استخدام بتتقطع. العميل بقى اللي استلم الدفعه موزع كبير لسلسله محلات في اوروبا رفض يستلم اي قطعه، والمصنع اضطر يعيد الانتاج بالكامل ويتحمل غرامه ماليه كبيره جدا. عارفين المصنع ده مين؟ انا مش هقول على اسمه، بس هو واحد من اكبر المصانع العالميه، والقصه دي حصلت فعلا في سنه 2018. ايه اللي نستفيده من القصه دي؟ ان المتابعه هي سر النجاح. اللي وقع المصنع ده مش السوق ولا الخام، المتابعه، انك تتابع كل تفصيله صغيره ما تهملهاش، من اصغر حلقه فيها لاكبر حلقه. متابعه التفاصيل دي مهمه جدا في كل مرحله في شغلك. احيانا مع النجاح الزايد او الضغط الزايد بننسى نتابع التفاصيل الصغيره اللي ممكن توقعك بسهوله وتضيع كل اللي انت عملته وتضيع فلوسك كمان. والفني مش عامل بسيط، ده العمود اللي بيشيل المصنع كله. لو ما سمعتوش يبقى انت بتشتغل لوحدك وبتغلط كمان لوحدك. لازم تعتبر ان العامل شريك معاك في الجوده، ساعتها بس تقدر تقول ان مصنعك واقف على رجليه.